السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صغاري؟ طلاب مدارس هبة الله، اليوم سوف نأخذ درسا جديدا في مادة التربية الاجتماعية من وحدة السلامة العامة. هل أنتم مستعدون؟ هيا يا صغاري، عنوان درسنا لهذا اليوم إرشادات تحميني. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم إرشادات تحميني. ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم، إرشادات تحميني. في البداية يا صغاري سوف نتعرف ما هي الإرشادات العامة. الإرشادات العامة هي مجموعة من القوانين والمبادئ التي يجب تطبيقها لحماية الفرد من الأذى. إذن الإرشادات العامة هي مجموعة من القوانين والمبادئ يجب على الفرد أن يطبقها حتى تحميه من الأذى. علينا الالتزام بالإرشادات العامة أو بالإرشادات بشكل عام في حياتنا، ومن هذه الإرشادات إرشادات داخل الغرفة الصفية، مثل النظافة والنظام والترتيب. داخل غرفة الصف يا صغاري يجب أن نحافظ على النظافة، لأن النظافة من الإيمان، ويجب أن نحافظ على النظام في الصف وعلى الترتيب. أيضا يا صغاري إرشادات في ساحة المدرسة. إرشادات في ساحة المدرسة مثل عدم الركض في الساحة. يجب علينا أن لا نركض في الساحة، لأننا ممكن أن مثلا تنكسر رجلنا يدنا، فيجب أن لا نركض في الساحة. والوقوف في الطابور بانتظام. الوقوف يا صغاري في الطابور بانتظام في صف مستقيم، ولا نتكلم أثناء الطابور. إرشادات في الحدائق العامة. إرشادات في الحدائق العامة يا صغاري، كيف تكون إرشادات في الحدائق العامة؟ عدم تسلق الأشجار أو تكسيرها. إذن عدم تسلق الأشجار أو تكسيرها، لا نتسلق الأشجار ولا نكسرها. وأيضا يا صغاري المحافظة على النظافة، يجب أن نحافظ على نظافة الحدائق العامة. الآن من الإرشادات الاجتماعية العامة الموجودة في الأماكن العامة هذه يا صغاري، إشارة ممنوع التدخين. ممنوع التدخين في الأماكن العامة. وأيضا يا صغاري المحافظة على النظافة. وأيضا ممنوع السباحة. ممنوع السباحة يا صغاري في مكان معين، تكون لدينا هذه الإشارة. هذه الإشارة تشير إلى أن هذا المكان لا يسمح فيه بالسباحة. وأيضا يا صغاري ممنوع رمي النفايات من المركبة. يجب أن لا نرمي النفايات من المركبة. والمحافظة على نظافة الشارع. وأيضا يا صغاري عدم تسلق الأشجار أيضا كما قلنا قبل قليل. الآن السؤال يقول: أضع إشارة صح أمام السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام السلوك الخطأ فيما يأتي. هيا يا صغاري. رائد طالب ملتزم ينزل الدرج بانتظام. هل هذا التصرف صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، صحيح. سبح أحمد في أحد السدود. خاطئ. أحسنتم. تسلق وائل إحدى الأشجار. أحسنتم، هو خاطئ. حنان طالبة ملتزمة لا ترمي النفايات في الحديقة. هل هذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، تصرف صحيح. زيد وأصدقائه يركبون الحافلة بنظام. هل هذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، صحيح. انتهت حصتنا يا صغاري إلى هذا اليوم. ألقاكم في الحصة القادمة. دمتم في حمى الرحمن. إلى اللقاء يا صغاري.